يا مساء الفل عليكم، يلا بينا نعمل مع بعض الفول النابت. وهنعمل منه احلى سندوتشات متغرقه زيت حار، احلى وانضف من اي عربيه فول نابت بره البيت. هنعمله بمكونات بسيطه زي ما انتوا شايفين كده، الشوربه لونها فاتح والفول سواه مظبوط جدا، مش بياخد مننا اي وقت. اول حاجه بنجيب كيلو من الفول المصري البلدي العادي، وبعد كده اهم حاجه لازم نشطفه كويس جدا ونغسله كذا مرة لحد ما يكونش فيه اي شوائب، يعني ننزل عليه المية مرتين تلاتة كده. وبعد كده بننقعه ليلة كاملة، يعني بنسيبه مثلا من قبل ما ننام لحد الصبح 12 ل 15 ساعة. زي ما انتوا شايفين حجم الفول بيزيد، ده دليل ان هو نقع كويس جدا. وبعد كده بقى بنجيب مصفى نصفي كل المية اللي في الفول لحد ما يكونش فيه اي مية. وبنجهز بقى قماشة نضيفة، لان احنا هنضيف الفول في القماشة دي وهنسيبه ممكن يومين تلاتة على حسب ما الفول هينبت معانا، زي ما انتوا هتشوفوه بالشكل اللي هيخرج بعد ما يتنبت. وبننزل الفول كده زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة بقى في الخطوة دي ان احنا بنبل القماشة كويس جدا، المية هي اللي بتساعد ان الفول ان هو يتنبت. الفول ممكن ياخد من يومين او 3 على حسب الجو، يعني لو الجو حر بياخد وقت اقصر. اهم حاجة ان احنا كل يوم بناخد الفول نغسله في المصفى ونرجعه تاني للقماشة وبنبله. واخد معايا 3 ايام عشان كان لسه الجو برد، انما لو الجو حر ممكن يوم او يومين بالكتير. والفول اتنبت معايا بالشكل ده، انا كنت صفيته، كنت شيلته من القماشة يعني ومكانش فيه اي مية. وبعد كده بجهز بقى حلة على النار، بنزل فيها الفول زي ما انتوا شايفينه كده، مفيهوش اي ميه خالص. وبنضيف له بقى 6 أو 7 فصوص من الثوم، حجم الكبير ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنجيب ورقتين من اللورة بنضيفهم برضو على الفول، وهنديله بقى رشة من الملح، يعني بمقدار مثلا معلقة كبيرة من الملح. وبعد كده بقى بنكون مجهزين مية مغلية هنغطي بيها الفول خالص، دي اهم خطوة، لازم نغطي الفول خالص كده. وبعد كده بقى بنرفعه على نار عالية لحد ما المية بتغلي. بس بقى طبعا بنفضل نتابع الفول، بنشيل لان الفول بيطلع ريم، فبنشيل الريم اللي خرج كده من على وش الحلة. جربوا الطريقة دي، بحط منديلين وبعد كده بيشيل كل ريم بكل سهولة. كده خلاص، يعني اخد على النار معايا مثلا من نص ساعة لكمان مثلا 35 دقيقة كده بالكتير، وبرضو ده على حسب نوع الفول اللي انتوا مستخدمين. بوريكوا كده، بس كان الفول سخن زي ما انتوا شايفين كده، السوا ما شاء الله كان مظبوط جدا. يعني ما نحاولش ان احنا نزود سوا علشان الفول من جوه ما يتهريش، لان القشرة بتبقى ناشفة شوية عن الفول. وبعد كده بقى هنملحه، يعني هنضيف كده بالنظر كمان معلقة من الملح. وطبعا يعني نقلب لو الحد مش ضامن ان هو يعرف يظبط المقدار مظبوط، يعني يضيف معلقة صغيرة ويقلب ويدوق. وهنا كمان حطيت معلقة كبيرة من الكمون وقلبت كل ده مع بعضه. زي ما انتوا شايفين كده الريحة كانت خطيرة بجد. وهنعصر بقى كمان ليمونة كبيرة كده على الفول، لان طبعا عصير الليمون ده بيفتح لون الشوربة، يعني لو الشوربة، بس الشوربة زي ما انتم شايفين ما شاء الله لونها جميل برضو، بس الليمون طعم وبيدي كمان لون للشوربة بيفتحها. وبعد كده بقى بنجيب طاسة على النار، هنضيف لها معلقة من السمنة. دي بقى التركاية والسر، الفول اللي بيخلي طعمه وريحته شبه فول العربيات والمطاعم بره. ونزلت هنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم لحد ما تاخد لون، تبدأ تاخد لون كده. هنضيف لها كمان شوية من الكمون وشوية من الكزبرة، ونفضل نقلب كده لحد ما خلاص الثوم ياخد اللون. هو احنا بنصفر الثوم مش بنحمره خالص، يعني ياخد لون كده، وريحة الكمون مع الكزبرة كانت قلبة الدنيا والله. هناخد بقى شوية من الفول كده بصفيهم من الحلة وبضيفه كده على الطاسة علشان خاطر ياخد صدمة كده مع التومة. بجد دي تركاية لو عملتوها في الفول النابت هتبقى فظيعة.
وانا كنت عملت قبل كده الفول النابت، بس المرة دي انا ما ضفتلوش بصل. بجد جربوا الفول النابت من غير بصل، يعني كأنكم بتاكلوا في احلى مطعم بره فول نابت. جربوه بطريقتي وهستنى رأيكم، وقولولي بتحبوا اصلا الفول النابت ولا لأ. ومستنياكوا تقولولي بتتابعوني منين، ولو عاوزين وصفات جديدة اكتبولي في التعليقات. دلوقتي ضفت شوية حلوين كده من الفول، وبعد كده نزلت بيه في الحلة بقى وديته تقليبة كده. وبعد كده بقى هنيجي بقى نجهز الساندوتشات. انا عملت شوية سلطة، وطبعا بصفي الفول خالص بمصفى كده من الشوربة عشان ما يعجنش العيش، وبقوم ضايفة عليه السلطة بقى، ونقدم جنبه بصل اخضر وليمون ونعيش بقى. وفي ناس بتحب تشرب الشوربة والفول بس كده، كله جاهز. جربوه وهستنى رأيكم، وما تنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل ليكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد بوصفة جديدة. مع السلامة.